السلام عليكم يا شباب. النهاردة هجرب معجون حراري يمكن مفيش حد اتكلم عنه قبل كده، والمعجون ده هو ايروكول باراف اس. المعجون ده اشتريته من سيجما كمبيوتر ومش هتصدقوا سعره كام، ولو عايزين تعرفوا سعره كملوا الفيديو للآخر، وبالمرة ممكن تكتبوا في الكومنتات توقعاتكم للسعر. وبالمناسبة يعني لو ايروكول وسيجما حابين نشتغل مع بعض أو أعمل مراجعة للمنتجات بتاعتكم، فأنا ما عنديش مانع خالص. لو ينفع يعني بليز بليز بليز. لما فتحت أي برنامج لمراقبة الحرارة وبصيت هنا لقيت حرارة المعالج حوالي 51 درجة، وده قبل ما استعمل المعجون الحراري من ايروكولز. أنا كنت حاطط معجون حراري ب50 جنيه وقلت أجرب ألعب وور فريم، وبعد 5 دقايق من اللعب حرارة المعالج وصلت ل 74 درجة. لكن مش مشكلة، إن شاء الله المعجون الحراري الجديد يكون كويس، ويلا نعمل أنبوكسنج للمعجون. زي ما انتوا شايفين ده هو المعجون، بيجي في كيس شفاف ومعاه معلقة صغيرة زي بتاعة الآيس كريم علشان تفرد بيها المعجون بسهولة. المعجون متوفر بحجمين 2 جرام و3.5 جرام، واللي معايا هو حجم 3.5 جرام. ننتقل لخطوة تغيير المعجون. أول حاجة نفك المروحة والفيشة بتاعتها، ولو ركزتوا هتلاحظوا إن المعجون القديم بقى زي العجينة أو الصلصال. ودلوقتي هنحط المعجون الجديد نقطة أو نقطة وربع كده، وبعدها نجيب المعلقة ونفرد بيها المعجون. علشان الوقت هسرع العملية دي. بعد ما خلصت درجة الحرارة الطبيعية نزلت لحوالي 50 أو قريبة منها يعني، بس الأداء الحقيقي بيبان لما الجهاز يتحط تحت ضغط. فتحت لعبة وور فريم تاني والحرارة نزلت ل 62 درجة، يعني فرق حوالي 11 درجة. نايس. وبعد ما لعبت شوية الحرارة وصلت ل 66 أو 67 درجة، يعني فرق 8-9 درجات عن الحرارة القديمة اللي كانت 74 مع المعجون القديم. نرجع بقى لسعر المعجون، سعره 150 جنيه. والميزة التانية اللي فيه على كلام الراجل اللي اشتريت منه إنه ممكن يقعد معاك لحد سنة كاملة، بس الأفضل تغيره كل 6 شهور. المعجون القديم اللي ب50 جنيه كنت بغيره كل شهرين أو 3 بالكتير، ولغاية ما بقى زي الصلصال خلاص بيكون انتهى عمره الافتراضي. وفي الآخر لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل بتاعك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.